علم النفس. في ناس كتير أول ما تسمع الاسم ده تفتكره ملهوش لازمة أو للمجانين بس. النهاردة نتعرف على علم النفس بالتفصيل. ازيك يا عبقري؟ علم النفس علم كبير قوي، بيدرس المشاعر والعقل والشخصية وغيرهم كتير. علم النفس بقى مش بس في المستشفى، ده حديثا بقى يخش في مجالات كتيرة قوي زي التسويق والشركات والتعليم. ما سألتش نفسك قبل كده ليه علم النفس مهم؟ عشان بيخليك تفهم ذاتك، ومهم انك تعرف نفسك والآخرين، وكمان مهم لحل المشاكل العملية اللي هي الاضطرابات النفسية والأمراض النفسية وغيرهم كتير. وفوق كل ده التنمية البشرية جاية من علم النفس. زي لما تيجي تتكلم في التنمية البشرية عن الثقة بالنفس، فانت هنا بتستعين بعلم النفس أصلا. أقسام علم النفس كتير قوي. الأول علم النفس الإكلينيكي، ده بيدرس الأمراض والاضطرابات النفسية. التاني علم النفس الاجتماعي، ده بيشوف تأثير الناس على بعض، زي تأثير الصحاب عليك مثلا. التالت علم النفس التربوي، ده بيدرس التعليم وازاي المدرس يفهم الطالب وهكذا. الرابع، معلش بقى يا عبقري مش قادر اقف بقى، تعبت من الوقف. تعالى لي انت. علم النفس العصبي، وده بيدرس العلاقة بين الدماغ والسلوك. الخامس علم النفس التنموي، وده بيدرس تطور الإنسان من الطفولة للشيخوخة. السادس علم النفس الجنائي، ودوت بيدرس الجرائم وتحليل سلوك المجرمين. طب ايه اهداف علم النفس؟ اهداف علم النفس: الفهم، الشرح، التنبؤ، التحكم. الفهم، نفهم ليه الانسان عمل سلوك معين، والشرح، نفسر السلوك دوت حصل ليه. التنبؤ، نعرف امتى السلوك ده ممكن يتكرر، والتحكم، غير السلوك دوت لو سلبي او مؤذي. وتعالى بقى يا عبقري اما اكلمك عن علم النفس المحرم. ويتسمى محرم علشان ممنوع دينيا واجتماعيا، وخطر لو استخدم فيه خطأ او فيه شر. واخطر جزء فيه هو التلاعب النفسي. المتلاعب هنا عايز يوصل لطموحاته مهما كان، وهدف المتلاعب النفسي هو السيطرة عليك والتحكم في أفكارك عشان يوصل لطموحاته. وأشهر واحد في التلاعب النفسي هو ميكافيلي. بس كده يا عبقري، دي تكون نهاية الفيديو بتاعنا، وافتكر خليك فهمان. سلام.